ناس كتير بتعشقها، بس ناس كتير قوي ما بتعرفش تظبطها. احنا جايين نقول لكم على تريكاتها عشان تقدروا تظبطوها وتطلع معاكم بالتحميرة والشكل التحفة ده، دايبة ومتماسكة وطعمها جامد. ولو عملتوها قدام اي حد هتشرف. يلا نوريكم الطريقة. السلام عليكم حبايبنا في الله. كوبايتين سكر، طبعا المعيار احنا حافظينها، كوبايه لكل بيت مصر تقليدية. معلقة كبيرة عسل جلوكوز، وده عشان يدي لمعه كده وجمال. ولو مش موجود تقدروا تحطوا معلقه عسل ابيض عادي تمشي يعني. هننزل عليهم بكوبايتين ميه وعصره نص ليمونه. بسم الله. هنحطه على النار لغاية ما يغلي. أول ما يغلي هنسيبه 3 دقايق بالظبط ونطفي عليه. في بولة هننزل ببيضة، بسم الله، ننزل عليها بكوبايه لبن، معلقة صغيرة عسل جلوكوز، ننزل بنص كوبايه سكر، كوبايه الا ربع سمنه، وتقدروا عادي تخلوها سمنه على زيت يعني عشان التكلفه. مؤمن تقطيع على تقليب. انت ليه بتكرهني؟ بصي لا انا مش بكره، بس النهارده انا على اخر. ليه؟ انا على اخر. ليه يا مؤمن على اخر؟ كيفي كده. طب فك. ماشي خلاص. ست الحبايب ما نقدرش نرجع لها كلمه. انت عايزه المضرب الصغنطوط لا كده بقى مش هفك، كده مش بتعملي. هفك. ما تعملي بده، اعملي بيه كده اهو هيبقى صغنون. زمان وانا كنت بقلب كنت بقعد اتحرك بجسمي كله وانا بقلب، حتى لو بالمضرب. هو كان يضرب بالمضرب الكهرباء العادي، الاقي كل حاجه. بتعلم يا ماما، مش ضروري شفت التعليم. انك اتعلمت المجهود مننا برضو. ايوه وانا انكرته ولا لا. ايه؟ وانا بس باكد على النقطه لا ما يعني. تقلقيش، مش نكر الجميل. لا وان كنت انا يعني التكات دي جبتها من مخي عشان انا جامد. السكر ده ما هو داب خلاص، داب وربنا داب، ولا هو زيادة تأكيد يعني لازم أنا كداب. بعد ما قلبنا بمكونات كويس وتأكدنا ان السكر داب، ننزل بكوبايه الا ربع دقيق بسبوسه او سميد بسبوسه، شوفوا بتسموه ايه. كوبايتين جوز هند ناعم، ونص كوبايه دقيق ابيض، معلقه صغيره بيكنج باودر، وندي تقليبه بسيطه كده بالمعلقه. احنا حسيناها خفيفه سنه هنزود عليها معلقه سميد بسبوسه، معلقه واحده. وخلي بالكم ان احنا في المرحله دي ما استخدمناش المضرب عشان احنا مش بنعجن، احنا يا دوب بنقلب بس زي البسبوسه كده. صينيه مدهونه زبده كويس، هننزل بالبسيمه بتاعتنا، بسم الله. واحنا هنا استخدمنا صينيه كبيره شويه عشان احنا بنحبها رفيعه كده ومقرمشه شويه. لو انتوا بتحبوها تخينه صغروا حجم الصينيه. دي صينيه مقاس 32. احنا بنخبطها خبطتين كده عشان تتساوى كلها. واحنا هنا معانا شويه لوز، ممكن نستغنى عنهم لو هتزودوا التكلفه، بس احنا يعني عشان التزيين وكده. بقت بالشكل التحفه ده. هندخلها فرن ساخن مسبقا في الرف اللي في النص على درجه حراره 180 لغايه ما تاخد لون تحت وفوق. بسم الله ما شاء الله. كده طلعناها من الفرن متحمره زي ما انتم شايفين كده، وبتغلي لسه سخنه طالعه حالا. هنسقيها بالسيرب بتاعها، اهم حاجه هي سخنه والسيرب سخن. بسم الله. ما تقلقوش ان هو كتير كده، هي هتشربه كله دلوقتي حالا. هنركنها على جنب ونغطيها ونسيبها نص ساعه كده ونجيلكم. طبعا احنا الصراحه ما بردناهاش قوي، بدانا نقطع على طول علشان ننجز في التصوير، بس انتوا بقوا تبرد كتير عشان تعرفوا تطلعوها سليمه. بص يا ماما، انا اي حاجه فيها جوز هند كتير بحبها. ماما داخله على طول مش قادره تستنى. بصوا هي تحفه. بالنسبه لنا احنا محتاجه تبقى ارفع من كده عشان تتحمص اكتر من كده، انما هي تحفه. في ناس بتحبها تبقى طريه، احنا بنحبها شويه مقرمشه. انا بحب الجوز هند قوي 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 قوي. يعني ناس كتير عارفاها وناس كتير احنا متاكدين ان هم بيعرفوا يعملوها، بس امشوا بالتكات والتفاصيل دي خصوصا في السيرب بتاعها علشان يديها اللمعه اللي انتوا شايفينها، اللي ناس كتير قوي مفتقره اللمعه دي. اهم تركايه فيها ان احنا نستخدم نوع سمنه كويس. هو عامه اي حلويات شرقي بالذات، خط احمر كده، زبده كويس او سمنه كويس، بالذات الشرقي بالظبط. فهتعجبكم جدا بجد. امشوا بس بالتفاصيل دي وان شاء الله تطلع تحفه. ومش لازم تحطوا مكسرات، احنا بنحطها بس للشكل عشان ما تعلوش التكلفه يعني. عاوزين حطوا، مش هتقول لا. اكيد طبعا، كل واحد وامكانياته. هي انا رايي احسن ما تشتروها من بره، هتبقى سهله بالنسبه لكم وتكلفتها اقل. وبجد والله العظيم طعمها احلى بكتير من بره. وجربوها هتدمنوا. ودمتم سليمين والى اللقاء.